بعد ما عرفنا انواع الاكتيفيشن فانكشنز، الاكتيفيشن دي ممكن تستخدم في حاجتين بس. عندك في النيورال نتورك في حاجتين، اللي هي يا اما الاوتبوت لاير زي ما انت شايف كده، يا اما الهيدن لاير. تعالوا نمسك الاوتبوت لاير الاول ونعرف ازاي نحدد ايه الاكتيفيشن فانكشن اللي احنا نستخدمها في اللاير دي او في الاوتبوت لاير عموما. فقال لك هنا ان انت بتقدر تحدد بناء على البروبلم بتاعتك. فالبروبلم بتاعتك لو انت مثلا البروبلم بتاعتك باينري كلاسيفيكيشن، فبالتالي الاوتبوت كله بيبقى يا صفر يا واحد. ففي الحاله دي السيجمويد بتاعت يعني الاكتيفيشن فانكشن بتاعتك هتبقى مناسب ليها السيجمويد. ليه؟ لان هي زي ما انت شايف كده بتبقى يعني مناسبه لنوع البروبلم دي. طيب قال لك لو البروبلم بتاعتك ريجريشن وعندك القيم بتاعتك بتطلع سوالب وموجب عادي، ففي الحاله دي قال لك دي continuous number. فالاكتيفيشن فانكشن المناسبه للبروبلم دي اللي هي اللينير. طيب ليه مش الريليو؟ هنعرف دلوقتي. فلما يطلع عندك سوالب وموجب في الاوتبوت بتاعك فالمناسب ليها اللينير. طيب تعالى بقى على الريليو. لو عندك البروبلم بتاعتك ريجريشن وما ينفعش فيها قيم سوالب اللي هو صفر وانت طالع، ده طبعا النوع المناسب ليه اللي هو الريليو. طيب ليه؟ لان الريليو عندك ما بيستخدمش اصلا، ما بيعتمدش القيم السوالب. لو انت عندك مثلا بروبلم انت بتعمل ريجريشن لاسعار شقق مثلا، فاسعار الشقق كده كده ما بيبقاش فيها اصلا سوالب. ففي الحاله دي مثلا الريليو هتبقى مناسبه كاكتيفيشن فانكشن. طيب لو في بروبلم تانية بالسوالب بتنفع عادي والموجب بينفع عادي، ده عادي بتاخد اللينير اكتيفيشن فانكشن. تعالوا بقى نشوف ازاي بنختار الاكتيفيشن فانكشن خاص بالهيدن لاير. دي الهيدن لايرز زي ما احنا شفنا. ازاي بقى بنختار نوع الاكتيفيشن؟ قال لك هنا احنا هنعمل مقارنة بسيطة بين السيجمويد والريليو، انهي اسرع وكده. طلع ان عندك هنا في السيجمويد في جزئين فلات في الجراف بتاعك، انما على عكس الريليو في جزء واحد فلات والجزء التاني ما هوش فلات. طيب يعني ايه فلات اصلا؟ عندك هنا لما بتيجي تعمل الكيرف بتاع التريم بتاع الموديل يعني عموما، فبتلاقي هنا ان اي جزء فلات او ما بتيجي تعمل له جريدينت سنت عشان تمينيمايز يعني الكوست، بتلاقي ان ده خلاص كده يعني ادام ما مشي بالتوازي فده بيقلل معاك الوقت، بيحط معاك مجهود اكتر، فده بيبطئ من الموديل بتاعك. فعندك هنا كل ما في اجزاء فلات اكتر ظهرت في الموديل بتاعك، فكل ما الموديل بتاعك بقى ابطأ وبقى اوحش. فبما ان السيجمويد فيه جزئين فلات، فهنا في الحالة دي الريليو هيبقى احسن، فبيبقى اسرع واكفأ ان هو يكون في الهيدن لاير. فعشان كده الموست كومن تشويس لما انت تيجي تستخدم الهيدن لايرز بعد كده هتستخدم الريليو. طيب ليه اصلا في الاول؟ طيب ليه لما هو احسن؟ ليه في الاول كنا على طول بنستخدم السيجمويد؟ ده كان بيبقى بداية شرح بس، بنعرفك الدنيا فيها ايه. بعد كده بقى بعرفك الانواع وبنقارن بينهم مع بعض، بنشوف ايه الانسب لده وايه الانسب لده وازاي تعرف تقارن بينهم وهكذا.